السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أمل من قناة طبختك مع أمل. اليوم هعمل معاكم حلا مرة مميز بطريقة تزيينه. بس خليني قبل ما أبدأ أذكركم، لا تنسوا الاشتراك في قناتي، ولا تنسوا اللايكات، لا تنسوا تدعموني. وطبعا الحلا اليوم اللي حنعمله هو الشيز كيك الفستق. شيز كيك الفستق من ألذ الحلويات. بطريقة، طبعا طريقة تزيين جميلة. أنا شفت طريقة تزيين وعجبتني وقلت لازم أفيدكم فيها. بس خليني قبل ما أبدأ، خلينا نقول المقادير. بالنسبة للشيز كيك، بالنسبة للخلطة حقته، عندي هنا علبة لبن زبادي، عندي هنا 9 حبات جبنة كيري، جبنة كيري أو بوك أو أي نوع. أنا استخدمت بوك هذه المرة. 9 حبات أو 10 حبات يعني ما تفرق. عندي هنا تلت الكاسة فستق حلبي مطحون. عندي هنا نص كاسة سكر. عندي هنا كوب حليب بودرة. عندي نص ملعقة صغيرة فانيليا. طبعا للقاعدة عندي علبتين بسكوت، وعندي 3/4 قالب زبدة. هذه المرة أنا استخدمت البسكوت اللي هو بطعم القرفة، ما أعرف دقته عجبني مرة البسكوت، وتوقعت إنه حيطلع مرة طعم في الشيز كيك. طيب، بالنسبة للتزيين عندي هنا أوراق ورد. طبعا أنا اشتريت ورد. أهم شيء في الورد يكون تشتروه، يعني تختاروا الوردة ما تكون دبلانة، أو ما تكون الأوراق حقتها مصفرة أو مسودة. وأخذت الورقة وفكيت الوردة وفكيتها زي ما انتم شايفين، فكيت البطلات حقتها. طبعا اختاروا اللون اللي انتم يعجبكم، أنا عجبني اللون الأحمر. عندي هنا فراولة للتزيين، وعندي هنا التوت البري. طيب، وعندي هنا طبعا جبنة كريمية عشان ألزق بتلات الورد، أو ممكن كمان تستخدموا كريمة إذا حابين. طيب، خلينا الحين أول شيء نبدأ نطحن البسكوت. هنا زي ما انتم شايفين طحنت علبتين البسكوت. الحين هنا حنضيف الزبدة للبسكوت المطحون. واعجنه الحين بالزبدة، افركه كويس. الحين بعد ما خلطت البسكوت كويس مع الزبدة، الحين هحطه في القالب المتحرك، وهبدأ أضغط عليه. ضروري يا بنات الخطوة هذه، ضروري الضغط عليه كويس. هنا بالمحضر حقة الطعام حطيت الجبنة الكيري، هحط اللبن الزبادي، وهحط الحليب، هحط السكر، وهحط الفستق الحلبي، وهخلطهم كويس، وهحط الفانيليا، نص ملعقة صغيرة فانيليا. خلاص كده هخلطهم الحين كويس. الحين هنا بعد ما خلطت المكونات، الحين أصبها فوق الصينية. نوزع الخليط كويس. وأدخلها فرن تتحمر من فوق، او على الاقل بس تنشف. انا ما ابغاها تتحمر مره، حاجه بسيطه وتنشف، بس اهم شيء تنشف الخلطه. فانا هولع الفرن من فوق وحنزلها في الطابق التحتاني، واتركها تقريبا 15 الى 20 دقيقه. شوفوا يا بنات، هنا بعد ما طلعتها من الفرن خلاص تقريبا تحمرت شيء بسيط. اهم شيء تماسكت. الحين هخليها لما تبرد برا شويه، وبعد كده هدخلها في الثلاجه لما تتماسك كويس. والحين هنا بعد ما بردت الشيز كيك، الحين هبدا بالتزيين. انا قطعت الفراولة زي كده انصاف، هبدأ ازينها. طبعا التزيين هذا اختياري، انتوا زي ما تحبوا. والحين هنا بعد ما زينتها بالفراولة، الحين هزينها بالتوت. طبعا زي ما قلت لكم طريقة التزيين اللي انتوا تحبوها تفضلوها. وهنا بعد ما زينتها خلاص كده، الحين هنبدأ ناخد بطلات الورد،
هاخد واحدة وهدهنها بشوية جبنة كريمية، يا اما تحطوا الجبنة الكريمية هنا يا اما تحطوها على الشيز كيك نفسها، عندكم الاختيارين اللي انتم حابين. وهنبدأ نلصق الوردة، ورقة الورد الجوري بهذه الطريقة. شايفين؟ الحين حبدأ اخذ واحدة ثانية ونفس الحكاية دهنتها بالجبنة الكريمية، والحين حنبدأ نلصقها برضو نفس الحكاية بهذه الطريقة جنب البتلة الثانية. شايفين يا بنات بهذه الطريقة. شوفوا يا بنات هنا بعد ما لزقت الورد كله، اوراق الورد، شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكلها طلع جنن. طبعا لو حابين تعملوا كمان الشيز كيك صغير حتطلع كمان، تحطوا اوراق الورد داير ما يدور وكمان يطلع بشكل حلو جميل، بس انا حبيت اعمله بقالب كبير واوريكم الطريقة كيف. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، فكرة مميزة صراحة وغريبة. طبعا الحين هحطه في الثلاجة لما يبرد تماما، وبعد كده هنبدأ نقطعه وكده تكون خلص الحلا حقنا. خليني اذكركم لا تنسوا الاشتراك في قناتي، لا تنسوا اللايكات، لا تنسوا تدعموني، ويعطيكم الف عافية.